here. It's very easy. كويس كده. Put your leg here. Up. Give me this. خد ده عندك. يلا يا فهمي. هشام ده واحد فيهم اطول من التاني. ما تمشي يلا ادور جامد بس برجلك يلا. حلو قوي. فهمي جامد شويه. يلا يا عم. التاني رجله قصيره قوي اعمل ايه؟ May you help us please with this car? هي رجليها جامده دي هتنفع. Sit here. Put your leg here up. يلا يلا يا فهمي. ايوه بقى. خش. بقول لك ايوه. انتش رجليها. بقى. فخدها اكتر كبيره قوي. يلا 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 يلا. انتش يا شيكو. يلا. انت شاشيكو. ايوه. شكرا الف شكر. I will help you too. Please excuse me. It's easier. Huh? But there's all kinds of cameras there. دي هتموت بسكتة قلبية يا هشام. تعال. يا نهار اسود على البوليس. ايه يا عم في ايه؟ عدي وسع. ارجع يا بولو. تعالى. وسع. احنا بقالنا اسبوع في المانيا بنعدي من الشارع ده. عكسي مش قرآن. عكسي انا عكسي يا عم. لا كده عربيتك بترجع. يلا طيب ماشي. انا قاعد بقى في الشارع. وريني بقى بتعدي ازاي. احنا بنعملها وعادي. تعال. انزل. شيكو احنا بنعدي من اليوم. احنا فاضيين وقاعدين. وي ار امتي. وراكي حاجه ليه؟ فين يا عم القهوة؟ انا حاسس ان احنا في جسر السويس. بما اننا بنتكلم عن المرور، قررنا ان احنا نستضيف احسن ناس بتسوق في اغرب ظروف في العالم، المصريين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجاله. ماشي. عاملين ايه؟ ازيك يا باشا؟ وراك ايه؟ طيب. طيب شكرا. ماشي. منور يا استاذ مدحت. منور بيك يا فهمي. وانت حلو. تسلم حبيبي يا فهمي. بقالكوا كام سنه هنا؟ انا بقالي 20 سنه. وانت حلو. 3 سنين. 30؟ 3 سنين. 3 سنين. 3 شهور. اتفضل انت يا اسلام. انت جيت لي يا اسلام. اسلام جاي عشان هو صاحب حلمي بس. متجوز وعايش هنا؟ انا عايش هنا دراستي هنا وشغال هنا. بتشتغل ايه؟ بعد الدراسه انا بشتغل استشاري قانوني تبع مشروع تبع الاتحاد الاوروبي مع هيئه المانيه. بتسوق هنا؟ يعني مش محتاجين، يعني برلين مدينه كبيره فيها كل الامكانيات اللي تخليك تروح من مكان لمكان بسهوله جدا بكل الوسائل، يعني من القطر للاندر جراوند للاتوبيس للترام. مش محتاج بصراحه ان انا اسوق هنا. لما بتيجي تسوق بتحترم نفسك ولا مقضيها زي مصر؟ انا مش بسوق، بس يعني لما بركب بحترم نفسي. وانت حلمي وتسوق ولا ما بتسوقش؟ في مصر بسوق لكن المانيا لا. ما جربتش خالص تسوق؟ سوقت في الجنوب يوم واحد على الطريق السريع بس. مش حلمي عنده ولا عجل حتى؟ بيتحرك بطريقه ثانيه. لا انا بركب عجل هنا في الصيف، يعني لما يكون الجو حلو. الشيء طبعا برد شويه، لكن في الصيف بركب عجل على طول. في هنا أريح رشاوى، وأسرع. الموضوع بيمشي بالحب برضو كده. امين الشرطه ياخد 20 جنيه تكرمش له 5 جنيه في ايده، ولا ده ما بيحصلش يعني؟ ما فيش طبعا موضوع رشاوي ولا موضوع اللي هو الحبي او العلاقات، او انا اعرف الاستاذ فلان او الضابط فلان يبقى جاري او يعرف مش عارف مين صاحبي. الحاجات هنا ماشيه بطريقه رسمي خالص. يعني افتكر مره مثلا كان في بايرن، نتيجه ان بيك باور كان هو اللي بيسوق وكان بيسوق بسرعه،
2 ضباط من اللي كانوا في الوقت دوت موجودين، شافوا البطاقه بتاعته، شافوا ان هو بيكن باور اللي هو يعني رمز الكره الالمانيه، فتغاضوا عن ان هم يدوا له مخالفه. فده اتعرف للصحافه، رفضوا الاثنين ضباط بسرعه من غير تفاهم يعني. اوفر قوي. من غير تفاهم، رفضوهم من الشغل نتيجه ان هم شخص زي بيكن باور عملوا له استثناء. ودي حاجه معروفه، دي قصه معروفه يعني. انا سايق هنا بقالي اسبوع من غير رخصه والله فعلا. يعني انت محظوظ، ربنا بيحبك. حلمي لو عندكم الرئيس معدي او الوزير معدي الطريق برضه بيقف ساعتين 3 كده؟ هما بيوقفوه لغايه ما يعدوا وبعد كده بيفتحوه تاني بسرعه يعني، بس عشان ما يحصلش تكدس ولا حاجه. ازاي بتتعاملوا في الاشارات هنا من غير عسكري مرور؟ يعني بتفهموا الاشارات ازاي؟ اول حاجه عادي جدا ان تلاقي فصل في الحضانه طالع لابسين لبس فسفوري ومعاهم ضابط بوليس واخدهم رحله في الشارع يعلمهم احترام المرور ويعلمهم الاشارات، وعندهم بعض الاغاني للاطفال اللي فيها يتعلم ازاي احترام المرور. الاخضر تعدي بسلام، الاحمر يعني موت، الاصفر استعداد. فطبعا لما بيكبر بياخد كورسات تانية على مستوى المدرسه الابتدائي او الاعدادي او ما الى ذلك، فاما بيجي يعمل رخصه عمره ما بينسى اللي هو اتعلمه في المرحله الاولى دي. الحاجه الثانيه انه هيدفع غرامه، فده بيبصوا طبعا انه لازم يلتزم عشان ما يدفعش غرامه. الحاجه الثالثه انه بتتسجل عليه في حاجه نظام كده اسمه نقط في مدينه اسمها فلينسبورغ. اي واحد معاه رخصه بيبقى عارف موضوع فلينسبورغ، ان ديت المركز المروري الخاص بالمانيا كلها، ان اي حد بيعمل مخالفه بيتسجل له، بيتسحب منه نقط في فلينسبورغ. وفي نقط معين لو وصلت ليها معناها ان انت غير قادر على السواقه لمده سنه او سنتين، ممكن تتسحب منك الرخصه. لو على سبيل المثال لو انت شارب كحول وسايق واتثبت دوت، او مخدرات وسايق، او عملت حادثتين 3 وانت اللي غلطان ورا بعض، بالتاكيد في مشكله عندك. الدوله موفره امكانيات كبيره في الشوارع ان الناس تمشي بطريقه سلسه، بما معنى ان في اشارات مروريه فعلا التركيبه الالكترونيه بتاعتها منظمه. في تاني حاجه الشوارع مسافلتها بطريقه انه يوميا او شبه اسبوعيا في ضابط او موظف في الامن مخصوص بيعدي على الشوارع كلها برجله بصفه اسبوعيه، بيشوف الحفر الصغيره نتيجه المطر ونتيجه الميه نتيجه انا الحر. تعبت من الكلام ده اصلا. ولو في حاجه كفايه. بس ساعات برضو بتحصل مثلا تروح للاشاره تلاقيها حمراء مفيش عربيات جايه، تقوم معدي تقوم ناس معديه وراك، ان هم مستنيين حد يغلط ويغلطوا وراك، بس محدش هو اللي هيطلع الاول. حلمي انا كان في سؤال هساله الاسلام، بعدين اكتشفت ان انا غبي جدا. نظام الباركنج هنا، الركنه عندكم ايه النظام؟ يعني اغلبيه الباركينجز هنا لازم تدفع فلوس على حسب الوقت اللي انت راكنه، لكن في شوارع برضو ممكن تركن من غير فلوس، بس اغلبيتهم لازم تدفع على حسب الوقت اللي انت راكنه. بس مفيش سايس، مفيش حد بيقول هنا؟ مفيش ما بتديها اسمها ايه العربيات اللي هنا؟ درايف ناو ولا اسمها ايه؟ في كار شيرنج كمان، اللي هو انت ممكن تأجر عربيه مثلا ساعه ساعتين وتسيبها في اي حته، وحد تاني ياخدها ويدفع الوقت اللي هو ياخده فيه. حد تاني ياخدها خالص. احنا عندنا مصر ناخدها ونطلع بيها اسكندريه ونسيبها هناك. لا عربيه غريبه جدا فعلا بالكارت، بتاخد العربيه بالكارت وبيحاسبك على عدد الساعات بالظبط اللي انت اجرتها فيها. دي هايله. هي مرتبطه بالجي بي اس، تعرف مكانها فين بالظبط. اب على التليفون بتعرف مكانها فين، بتحجزها وبتروح تركبها وتمشي. تفتكر لو الشعب الالماني جه عاش في مصر هيلتزم بالمرور زي ما هو بيعمل هنا، ولا هيمشي عكسي عادي جدا وهيركن صف تاني هو؟ ولا هل هيخبطوا في بعض من اول يوم يعني؟ يعني ممكن يحصل، لان هم برضو هنا بيلتزموا نتيجه ان في غرامه بتدفع. بالظبط، هيبقوا اسوأ مننا. ممكن يكونوا اسوأ مننا، يعني ممكن يرموا زباله في الشارع، ممكن ما يلتزموش. بس هنا الدوله يعني الفرق هنا الدوله بتقدم لهم ازاي يلتزموا، وفي مصر طبعا ممكن ما تكونش الحاجات دي متوفره. يعني لا الشوارع متوفره ان انت هتمشي بسهوله، ولا في قوانين عامه تحكم حركه الشارع. وفي نفس الوقت هيتعلموا مننا حلو جدا، يعني هيتعلموا مننا بسرعه ازاي يبقى في كاوس يعني. كان معايا دكتور الماني وعايزين نوديه الاهرامات، فكنت واخده بالعربيه، بعدين مشينا على الدائري من التجمع للهرم. بعدين قال لي هو انتوا ما عندكوش حارات؟ قلت له لا ده الطريق قشطه يعني زي ما انت عايز. بعد كده ماشي لقينا ناس عماله تكلجس، فبيقول لي انتوا ليه بتستخدموا الكلاكسي كتير هنا؟ قلت له لا ده احنا ممكن نشتم بالكلاكسي، ممكن نسلم على بعض بالكلاكسي. ما وحشكش الركنه صف تاني؟ والله وحشتني الركنه الثالث ورابع كمان. ما وحشكش المشي عكسي؟ هو انا ما بسوقش هنا، بس يعني في طبعا الواحد بينبسط وهو ماشي غلط. مفيش ضباط بيحطوا على النمر لا نسر ولا على بتاع اللي هي بتاعت المستشارين والحاجات دي، مش موجوده خالص. ما بيستغلوش هم الحاجات دي. النمر على الناس كلها، ما تفرقش بقى ظابط مش ظابط. طب احنا لازمكم بقى على شاشه، انتوا ضيوفنا في برلين. ربنا يكرمك. لسه فاكر المره الجايه رضا
رضا عايزين والنبي نطلب لضيوفنا هنا حاجه نشربها. قول يا باشا. اشربوا ايه يا جماعه؟ انت بتسوق الاول ولا ما بتسوقش؟ طبعا بس. تشوف بجد والله؟ معاك رخصه؟ طب اقعد. لا اقعد انا فاضي. شكرا بالله. الرخصه طلعت معاك في قد ايه؟ يعني المده كلها 6 شهور تقريبا. يعني كل يوم بتروح المرور لمده 6 شهور؟ لا مش كل يوم نروح المرور، ده لازم تروح المدرسه الاول. وعقبال ما تجيلك الموافقه من البوليس انك انت تعمل الرخصه بتاخد وقت طبعا. وبعدين لازم تكون بعد ما يجيلك الموافقه تروح المدرسه. لا يا جدع انا بكلمك على يوم المرور بس. لا يوم المرور يوم واحد. قد ايه بقى؟ يعني بالظبط ساعه. تخلص كل حاجه؟ خلص كل حاجه. مفيش بقى مدام هلاء في الخزنه ومش لا عارف ايه لا فين؟ هو الرخصه بتبقى مع الممتحن. انت بتكون مقدم عليها بتبقى معاه. نجحت بيمضي عليها ويديها لك. طب احنا 6 شاي يا عم. 6 شاي؟ ان شاء الله. نعناع ولا من غير نعناع ان شاء الله. نعناع يا باشا. اتفضل يا عم رضا. من قعدتكم الكبيره جدا هنا في المانيا طبعا ما عدا اسلام. حكام المصريين بقى في حد هنا بقى بيجي يعمل حوادث وفضايح؟